بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابطال سنة اولى اعدادي، انا بعتذر لكم جدا على التأخير دوت، بس حصل شوية ظروف بس. وبالذات عندكم يعني سبحان الله، في اول الصف الاول اعدادي بالذات يعني. في شوية مشاكل فيه في التصوير وكذا، وحصل كذا مشكلة، فاهم؟ ف قدر الله ما شاء فعل. بعتذر لكم على التأخير، يعني مثلا احنا متأخرين بقالنا مثلا 15 يوم من الدرس الأولاني. بس أوعدكم يعني مش هنكرر تاني الغياب الطويل دوت. وإن شاء الله يبقى عندك حصة ماكسيموم كل أسبوع إن شاء الله، كل 10 أيام مثلا. آه، أولى إعدادي احنا اتفقنا إن احنا نذاكر وهنشد حيلنا السنة دي، عشان انت دي أول سنة ليك في الإعدادي، فتثبت نفسك وتشوف الدنيا فيها ايه. احنا كنا وقفنا في الشرح بتاع المرة اللي فاتت عند الحتة اللي هي كانت بتقول ايه بقى يا معلم. كنا خدنا عن ايه جسيمات الدون ذرية، خدنا حاجة اسمها جسيمات الدون ذرية. جسيمات الدون ذرية ديت اللي هي الإلكترونات والبروتونات، والإلكترونات والبروتونات والإيه والنيوترونات. تمام. خدناهم وخدنا معانا كل واحد فيهم، وخدنا شحنة كل واحد فيهم، وشوفنا الدنيا بتاعتهم فيها ايه وظبطنا الدنيا خالص. قلنا ان ده سالب واحد، شحنته سالب واحد، والبروتون موجب واحد، وده متعادل. تمام. والكتلة واحد يو، واحد على 1600، 1836. تمام. وظبطنا الدنيا، وقلنا ان الحصة اللي فاتت اللي في حاجة واقفة قصاده يبعتها لي على الخاص، او يبعتها لي او يكتبها لي في كومنت. وفي نفس الوقت احنا غيرنا ستايل التصوير او طريقة التصوير. فاتمنى يعني ايه، بما انكم انتوا الوحيدين اللي شفتوا التصوير اللي فات، تقولوا لي برضو ايه رأيكم في التصوير دوت، وتقولوا لي إيه لو في تعديلات او في شايف اي حاجة تتعدل. يا رب يعني تكون تنصحني طبعا. يعني انا عايز اقول لكم ان انا مغير اصلا طريقة التصوير بسبب نصيحة حد منكم يعني. تمام. تمام. نبدأ على بركة الله. وقبل ما نبدأ، زي ما احنا متعودين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لإخواتنا في غزة بالفرج القريب إن شاء الله. ما تنسوهمش من الدعاء. عندنا بقى يا معلم أول جزئية هناخدها النهاردة هي رموز العناصر. رموز العناصر ديت يا معلم، يعني ايه رموز العناصر يا مستر؟ بص يا عم، العلماء جم في الفترة بتاعت دراسة الكيمياء والتطور بتاع الكيمياء. فجم لقوا الدنيا هتبقى صعبة لو كتبوا ايه، اكسجين وزائد، يعني انا بص اكسجين زائد كربون. طب هنا ده عدده كام؟ اكسجين هنا 2 وهنا فلقوا الدنيا صعبة. فعملوا ايه بقى يا عسل من نخله؟ قالوا ايه؟ قالوا هنشيل الكلام دوت. اي نعم، هم مش هيكتبون بالعربي اصلا، هيكتبون بالانجليزي بقى اكسجين والكلام دوت، يعني ايه هكذا. بس هم ايه حبوا يسهلوا الموضوع، يسهلوا الموضوع. فعملوا دلع، عملوا اسامي دلع لمين؟ للاسماء، للرموز العناصر دي. تمام. عملوا ايه؟ رموز اللي هي الدلع بتاع للعناصر، رموز لايه؟ للعناصر، عشان يسهلوا على نفسهم، يسهلوا على نفسهم. بدل ما يكتب اكسجين يكتب او، بدل ما يكتب كربون يكتب سي. تمام. يبقى والعدد هيبقى كويس، هنعرف نكتب، يبقى سي او 2. تمام. تمام. وهكذا بقى. فالعلماء اتفقوا انهم عشان يسهلوا التعبير عن التفاعلات الكيميائية والتعبير عن العناصر، عملنا ايه؟ عملنا صيغة او رموز لكل العناصر دي. طب هل بقى سيبنا كل واحد يحط بمزاجه؟ يعني كل واحد يقول ايه مثلا؟ انا هرمز للكربون بسي، انا اقول له لا الكربون بكي، كربو مثلا. هسيبناها كده سبهلله؟ قلنا لا. يبقى هو حطينا قواعد، حطينا قواعد، يبقى في قواعد الاختيار، في قواعد لايه؟ للاختيار، للايه؟ قواعد اختيار الرموز دي. قواعد اختيار الرموز دي يا اولاد كذا قاعدة طبعا. هي اول واحدة فيهم بيقول لك ان الرمز، رمز العنصر يعبر عن رمز ايه؟ عنصر واحد مفرد.
يعني ايه؟ يعني مثلا انا كتبت او، الاو دي تعبر عن او واحده بس، واحده بس تعبر عن او واحده بس. مش هعبر لك مثلا اقول لك في اكسجين، في شويه اكسجين في الاوضه فاكتب او، لا. والاكسجين اما اقول لك في اكسجين يبقى اكسجين واحده بس. الكربون يبقى في كربونايه واحده بس. تمام. الرمز العنصر الواحد يعبر عن ايه؟ يعبر عن ذره واحده ايه فقط، يعبر عن ذره واحده فقط. رقم اتنين، هنكتب رؤوس اقلام كده عسل من نقله عشان ايه مش ننقل الكتاب يعني هنا. تمام. تمام. بيقول لك تاني حاجه، بيقول لك بيعبر عن الاسم باللغه الانجليزيه، باللغه الانجليزيه. تمام. يبقى الرمز ده اهو مش هناخد مثلا بالعربي، مش هنروح ناخد الرمز ده بالعربي ولا باللاتيني ولا بالفرنسي ولا الكلام ده، هناخده بالايه؟ باللغة الانجليزية. تمام. تالت حاجة، بيقول لك في اسماء بتشترك في الحرف الاول، كربون، كالسيوم، الكلام ده. فايه بقى اللي اتفقوا على ايه؟ ان هم هياخدوا الحرف التاني، هياخدوا الحرف التاني. هيبقى عندنا في بعض الرموز فيها الحرف التاني. ليه بقى؟ عشان بسبب اشتراك الحرف الأول. تمام. بسبب اشتراك الحرف الأول. زي ايه يا مستر؟ زي الهيدروجين، الهيدروجين اتش، الهيدروجين اتش. طب وايه تاني؟ الهيليوم، الهيليوم اتش اي. ركز معايا بقى، ده الهيدروجين وده الهيليوم. طب يا مستر، طب انا لاحظت ان انت كاتب ايه اول واحد كابيتال، ليه التاني مش كابيتال؟ اقول لك لا، عندنا قاعده بقى برضو بتقول ايه؟ بتقول ان الحرف الاول للعنصر بيكون دايما كابيتال، بيكون دايما كابيتال، كبير يعني كبير. تمام. والحرف التاني دايما بيكون على ايه؟ على الشكل ايه؟ الصغير اللي هو السمول. تمام. يبقى عندنا قاعدة بتقول ايه؟ ان الهيدروجين، او مش الهيدروجين، الحرف الاول من كل عنصر بيبقى ايه؟ على الهيئة الكبيرة للغة الإنجليزية اللي هو كابيتال. تمام. والتاني بيبقى ايه؟ على هيئة ايه؟ سمول، بيبقى على هيئة سمول. تمام. تمام. بيقول لك بقى عندنا في حاجات بتختلف اللغة الإنجليزية عن اللغة اللاتينية. يعني إيه يا مستر؟ يعني عندنا مثلا الكربون، الكربون ده ركز معايا بقى عشان احنا هنجيب الموضوع من الأول. الكربون في اللاتينية أوله سي، وفي الإنجليزية أوله سي برضه. فاحنا كده كده خدنا الإيه؟ خدنا يبقى العنصر رمزه سي. تمام. أهو سي دي اللاتينية ودي الإنجليزية، الانجليزي. تمام. تمام. فاصبح الايه؟ العنصر كده. طب عندنا حاجه بقى، صوديوم مثلا. الصوديوم في اللاتينيه ان ايه؟ نيترو. تمام. نيترو. وفي الانجليزيه تمام، ده رمزه كده وده رمزه كده. فده ان ايه، وده اس او اس او. تمام. فعندنا هنا هناخد مين يا مستر؟ ده اللاتينية. بيقول لك لو اختلفنا ما بين اللاتينية والإنجليزية، اختلفوا في الحروف الأولى. اختلفوا فين؟ في الحروف الأولى. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هناخد الحروف اللاتينية، هناخد الحروف اللاتينية. اللي هو يعني من الآخر احنا بنمشي على اللاتينية، بس هم عايزيننا يخلوها إنجليزية غصب عننا يعني، فاهم؟ اللي هو ايه، احنا هنقول لك احنا بناخد بالإنجليزية واحنا أصلا بناخد باللاتينية. يعني شغل، مش عارف اقول لك ايه بس والله. تمام. تمام. يعني ايه بقى برضو؟ يعني مثلا رمز تاني مثلا يا مستر، يعني مثلا الايرون اف اي. الايرون ده اللي هو الحديد، موجود في اللاتينية بالاسم ده، فريو او فريوم. تمام. ايا كان بقى، ما مش عارف نطقها ايه. تمام. طب هناخد ايه يا مستر؟ هناخد الحرف الاولاني من هنا ولا الحرف الاولاني من هنا؟ اقول لك لا، اقول لك هناخد ايه؟ الحرف الاولاني في اللاتينيه. تمام. طب هناخدها اف اي. طب ليه يا مستر خدناها اف اي او خدناها ان ايه؟ لان عندنا عنصر تاني ان بس اللي هو النيتروجين، وهنا عندنا عنصر تاني اللي هو اف بس اللي هو الفلور.
تمام. تمام. تمام يا مستر. فعشان كده خدنا الحرف التاني معانا، خدنا الحرف التاني معانا. تمام. سهلة كده. يبقى عندنا أول حاجة خدنا قواعد اختيار الرموز. عندنا قواعد اختيار الرموز. أول حاجة بيقولك إن الرمز الواحد بيعبر عن ذرة واحدة، إيه؟ ذرة واحدة مفردة، ذرة واحدة مفردة. تاني حاجة إن هو بيتاخد باللغة الإنجليزية، قواعد إن الحرف بياخد عن طريق اللغة الإنجليزية، الكتابة بتاعتها باللغة الإنجليزية. تاني حاجة، تالت حاجة قالك إن الحرف التاني بناخد الحرف التاني بسبب اشتراكهم في الحرف الايه الاول، زي الهيدروجين اتش. طب والاتش ايه؟ هيليوم. طب خدنا الحرف التاني ليه؟ عشان اشتراك الاتش فين؟ في المركبين، اشتراك الاتش في المركبين. طب قلنا قاعدة كمان، قلنا ان الحرف الاولاني دايما بيبقى كابيتال والحرف التاني بيبقى سمول. طب يا مستر لو الحروف بتاعت اللغة اللاتينية مختلفة عن الحروف بتاعت اللغة الإنجليزية، هناخد مين؟ هناخد اللغة اللاتينية، هناخد اللغة اللاتينية زي ال NA وزي ال FE. تمام. وصلنا لحد كده. عندنا بقى شوية رموز، عندنا شوية رموز لازم نحفظهم. يا نهار أبيض ضرب. عندنا شوية رموز لازم نحفظهم. زي ايه يا مستر؟ عندنا في الكتاب، اي كتاب مثلا تلاقي عندك عدد من الرموز عندنا لازم يتحفظوا. يعني مثلا عندنا هنا في المذكرة، عندي في المذكرة بتاعتنا ايه اهو، ديت دي الحروف اللاتينية ايه، ركز معايا. دي الحروف اللاتينية والحروف دي كربون ودي كربون، تمام، او كربو ودي كربون. السي سي يبقى الاتنين ايه، هناخد السي. النيتروجين مختلفين برضو، بس الحرف الاولاني والحرف الاولاني مشترك، تمام، وهنا برضو مشتركين. هنا ال ان ايه الصوديوم، وهنا الصوديوم باللاتينية ان ايه، فخدنا صوديوم ان ايه. بوتاسيوم، والبوتاسيوم كي رمزه كي عشان مختلف في اللاتينية، فخدنا اللاتينية. الاف اي برضو نفس الكلام، والنحاس كوبالت. تمام. النحاس سي يو رب. وعندنا بقى شوية رموز، الرموز دي لازم تتذاكر. نيتروجين ان، صوديوم ان ايه، النيون ان ايه، الفلور لازم يتحفظوا. تمام. مش هنقعد نقرأهم عشان ما نضيعش وقت في التصوير، لازم يتحفظوا كويس جدا جدا جدا. تمام. دول زي اسمك بالظبط، زي اسمك بالظبط. اقول لك هيدروجين تقول لي السيد على طول. تقول لي بص اتلخبط، انا بتلخبط ما بين اسمي وما بين الحاجات دي. تمام. انت لازم تكون مظبط الكلام ده وهضمه ومذاكره جامد جدا. تمام. تمام. اما نشوف عندنا بقى بعد كده حاجة تطبيقات حياتية. يعني ايه تطبيقات حياتية؟ عندنا حاجة اسمها ال NPK. ال NPK ده هو السماد اللي بنستخدمه للنباتات الزراعية. نبات كيميائي بحت، كيميائي بحت، بيتكون من ال N والبي والكي، مش محتاجة يعني. تمام. ال N اللي هو النيتروجين، تمام. طب والبي اللي هو الفوسفور. تمام. البي اللي هو الفوسفور. ايه تاني؟ البوتاسيوم كي طبعا. يبقى ايه؟ يبقى نيتروجين فوسفور بوتاسيوم، نيتروجين فوسفور بوتاسيوم. تمام. اللي هو اسمه ان بي كي. اما اجي يسألك اقول لك ال ان بي كي هو عبارة عن ايه، هتقول لي هو سماد كيميائي نضعه للمنتجات الزراعية لتحسين ايه جودة المنتجات الزراعية، زي السماد كده. هو أسمدة بس زي عارف في سماد عضوي وفي سماد كيميائي، ده السماد الكيميائي. تمام. طب يا مستر، طب ايه لازمة الان مثلا؟ الان بتفيد النبات بايه؟ النيتروجين بيفيد النبات بايه؟ يقول لك ضروري لاخضرار الاوراق، ده عشان الاوراق تبقى خضراء. تمام. تمام. بتخلي الورقة زاهية وخضرة وجميلة كده. تاني حاجة اللي هو الفوسفور. الفوسفور لازمته ايه؟ يقول لك بيساعد الجذور، بيخلي الجذور ايه قوية اكتر، يبقى بيشتغل على الجذور. تمام. طب تالت حاجة البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي هو الكي
بوتاسيوم اللي هو الك، يقول لك ضروري للصحة، لصحة النبات، ضروري لصحة النبات. تمام يا معلم. يبقى عندنا ال NPK، ال N ضروري للأوراق، ال B ضروري لقوة للجذور عشان يخلي الجذور قوية كده وصحتها حلوة، وصحة النبات عموما اللي هو الايه الكي. تمام. تمام. بيقول لك اللي احنا لو استخدمنا الأسمدة دي طبعا بشكل مفرط او بشكل غير يعني ايه مش مقنن، يعني مثلا لازم أن يكون عارف النسبة اللي انت هتحطها في التربة والحاجات دي. لو انت استخدمتها بشكل عشوائي او بقطرة او مفرط هيحصل ضرر للتربة، هيحصل ضرر للتربة وهيضر ومش هيفيد، هيضر ومش هيفيد. تمام. تمام. نخش بقى على ايه، على الجزئية المهمة جدا عندنا النهاردة. من هنا بقى نبدأ نركز جامد جدا. اللي فات ده ايه تسخين كده، واللي جاي الله المعين.